البارحة قبل تغريدة ترامب بساعة اتصل ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، وبهاي المكالمة أبدى الشرع تخوفا كبيرا من صعود المالكي واستحالة التعامل والتعاون ما بين الحكومتين السورية والعراقية في حالة وصول المالكي للسلطة. ويبدو اللي أكد هاي القناعة هو الاتصال اللي صار بعده بكم ساعة من قبل أردوغان إلى ترامب. وطبعا ما يحتاج نستعرض أهمية سوريا بالنسبة لترامب واهتمام ترامب ومبعوثيه بالملف السوري، وما يحتاج نستعرض ترديد الإدارة الأمريكية المستمر لتعاون عراقي سوري والاشتغال العملي على هذا، مثل ما شفنا بزيارة مبعوث ترامب لسوريا إلى بغداد مؤخرا، وبياناته المتكررة اللي تخص جيران سوريا. قلنا الثغرة توسعت وخرجت عن السيطرة، بل أنه حزب الدعوة الإسلامية ببيان الرافض لموقف ترامب عتب هواية على اللي فتح هاي الثغرة داخل الإطار التنسيقي، واللي تسببت بحسب ما يقول البيان بجر العملية السياسية إلى هذا التعقيد.